جورج ستيني 14 سنة متهم في جريمة قتل البنتين دول ومحاولة اغتصابهم، وبكده بيكون أول طفل يتحكم عليه بالإعدام في التاريخ الحديث من ساعة بقى ما بقى عندنا حكومات ومؤسسات وخلافه. لكن الحقيقة المرة إن الطفل كان بريء وللأسف تم إعدامه ظلم. الحقيقة وانا بحضر القصة دي انا ما كنتش عارف ابدأ منين. ابدأ بالعنصرية اللي خلت مجموعة من البيض يخرجوا يطالبوا باعدام طفل لاول مرة، ولا ابدأ من احساس الخوف والرعب اللي كان مسيطر على طفل صغير وعيلته اللي لا حول بهم ولا قوة بيشوفوا ابنهم بيتاخد منهم وبيتحكم عليه بالاعدام لمجرد ان بشرته سودة. معلش هتلاقيني بتك على السود والبيض كده طول الفيديو، بس ده لان الموضوع ده هو محور القصة فعلا. ده مش حكم اعدام، ده وصمة عار هتفضل في حياة امريكا مهما حاولت بقى تزينها بالشعارات وان احنا مش عنصريين والكلام الحمصي ده كله. مش هطول عليك، خلينا نبدأ. في مدينة صغيرة كده اسمها الكولو، كانت في ولاية اسمها كارولينا جوه أمريكا، وبتحديد في 1944. كان بيعيش مجتمعين، مجتمع من السود ومجتمع من البيض، وفي الوقت ده كان صعب قوي ان المجتمعين دول يندمجوا مع بعض. اصحاب البشره السوداء هم دايما المضطهدين، هم الوظائف الاقل، هم الاعمال الشاقه، ومش من حقهم ابدا ان هم يترقوا اجتماعيا ويبقى زيهم زي البيض. حتى الكنيسه اللي هي المفروض انها دور عباده كان ممنوع على السود ان هم يدخلوا كنيسه اي حد ابيض. لذلك في المدينه دي هتلاقي خط سكه حديد فاصل ما بين المجتمعين. وفي يوم مروح جورج واخته من المدرسه، وركز مع اخته دي عشان انا هحتاج لها في اخر القصه، اتقابلوا بالصدفه مع بنتين. البنتين كانوا عايزين يجيبوا فاكهه معينه كده من على شجر معين في حته ما، فسالوا جورج فدلهم على الطريق وكمل بقى البيت. خد بالك لا هزر معاهم ولا لعب معاهم ولا فتح معاهم اي موضوع، لكن للاسف المحادثه اللي مدتها دقيقه دي هتكون السبب في تغيير مصير جورج وعيلته. اسره جورج كانت بسيطه بطبيعه الحال وقتها، يعني بما انهم كانوا من السود. ابوه كان بيشتغل عامل في مصنع خشب، وامه كانت بتشتغل طباخه في مدرسه فقيره كده للسود برضه. حياه فعلا اقل من العادي، ولكن كانوا عايشين ومبسوطين. في اليوم الثاني بقى بعد ما جورج قابل البنتين، كان ابوه وامه في الشغل ومحدش في البيت غير مين؟ جورج واخته. لقى الباب بيخبط ولقى ظابط واقف بيساله: انت شفت بنتين الصبح؟ قال له: ايوه شفتهم وسالونا على الشجر فين وقلت لهم ومشيت. الظابط سمع الكلمتين دول وفجاه قام مكتف جورج وحط في ايده الكلبشات. خلينا نرجع فلاش باك لامبارح عشان نفهم. بعد ما جورج دل البنتين على الطريق، فضلوا لحد اخر اليوم محدش عارف عنهم اي حاجه، ملهمش اي اثر، وكأن الارض اتشقت وبلعتهم. اهل البنات والجيران ابتدوا يدوروا عليهم في كل حته في المدينه ممكن يروحوها، لحد ما شاهد مزارع ان هو شافهم الصبح واقفين مع جورج. الام راحت لبيت جورج فعلا وسالته وقال لها على كل اللي حصل. وقتها كان اختفائهم مريب، عشان كده اهلها بلغوا الشرطه، وتشكل وقتها فريق بحث يمسح المنطقه بالكامل. فضلوا 12 ساعه يدوروا عليهم ملهمش اي اثر، وفي طلعت نهار اليوم الثاني لقوا جثتين البنت مرميين في مستنقع اظن على اطراف المدينه كده. البنت الصغيره اللي عندها 7 سنين مخبوطه بآلة حاده في راسها مفتوحه كده، يعني صعب المنظر قوي اوريه لكم لان اتحذر. والبنت الكبيره اللي كان عندها 11 سنه تقريبا ملامح راسها اتشوهت تماما بعد ما خدت 11 خبطه بحسب تقرير الدكاتره وقتها. مين اللي ممكن يقتل حد بالوحشيه دي؟ جريمه فعلا هزت الولايه كلها. خد بالك معايا بقى، البنتين لما سابوا جورج عدوا على بيت حد من الناس الاغنياء كده اللي معاهم فلوس مرتاحين، وتقريبا البنتين كانوا عارفين اصحاب البيت ده لانهم وقفوا مع صاحبه البيت وقالوا لها ان هي ممكن توصلهم لحد الشجر. لكن الست اعتذرت وقالت لهم ابني ممكن يوصلكم بالعربيه، وفعلا خدهم الواد ومشي. طيب امشي ورا الخيط ده دليل اهو واضح اهو. لكن لا، هو ما عندوش استعداد يتهم حد ابيض، وخصوصا ان ده غني، يعني مش معقوله يكون عمل جريمه زي دي. بس عندهم كبش فدا، طفل اسود وقابلهم فعلا. وانت اكيد عارف ان لحد النهارده اي جريمه بتحصل في امريكا بيكون المتهم الاول اي حد من اصحاب البشره السوداء. فتم اتهام جورج بمحاوله اغتصاب البنتين وقتلهم. وايه الدليل؟ انه كان واقف معاهم الصبح. اللي كان صعب في الموضوع هو اللحظه اللي اتقبض فيها على جورج. كان بيعيط عياط بشكل هستيري، عياط انت عارف اللي هو يصعب على الكافر، ومرعوب مش عارف في ايه، ومفيش حد في البيت من اهله يدافع عنه، ما كانش فيه غير اخته، وطلعت من الخوف تجري على اوضتها. ولحد ما خدوه للسجن اللي بعيد عن بيته ب80 كيلو، ما كانش فعلا مبطل عياط، هو عايز يرجع لاهله، مش فاهم في ايه، مش فاهم القضيه ولا مين قتل مين. هو فجاه لقى ناس اقوى منه ومن اهله بياخدوه من وسطهم. حاول تحط نفسك مكانه، ولو ان انت واعي، ما بالك بقى
طفل كل اللي كان بيتمناه ان هو يلعب ويجري اتعامل اسوأ معاملة حرفيا، وحاولوا كتير قوي ياخدوا منه الاعتراف، واخيرا اضطر جورج ان هو يعترف لانه كان مفكر بالحالة دي ان هو ممكن يروح كده خلاص الموضوع ينتهي. لكن للاسف فضلوا حابسينه 90 يوم بدون اي محاكمة خالص، وممنوع عليه انه يشوف اي حد من اهله. وجورج طول ما هو في السجن ملوش غير كلمة واحدة: عاوز اشوف امي. فين وفين بقى لما سمحوا له يشوف امه للمرة الاولى والاخيرة من يوم ما اتقبض عليه. وقتها طلعت مظاهرات من البيض بعد ما الاعلام صور جورج انه مجرم، كلهم بيطالبوا برحيل عيلة جورج. يا جماعة يعني انتوا ما كفكوش اللي هيحصل للواد، كمان هتدمروا مستقبل عيلته. وفعلا استجابت الحكومة وحطتهم تحت الإقامة الجبرية، وتم طردهم من وظائفهم، ما عادش حد من المدينة بيكلمهم، وممنوع عليهم يروحوا أي مكان غير بإذن الحكومة. شايف الظلم؟ في 14 يونيو من نفس السنة اتشكلت محكمة تحدد مصير جورج بقى. المحكمة كانت عبارة عن 14 واحد من البيض فقط، ومحامي وكلته المحكمة للدفاع عن جورج. بما ان يعني عيلته ما كانش معاها فلوس، فالمحكمة مشكورة تطوعت بمحامي. المحامي فعليا كان صورة بس، لا فكر انه يبص في القضية ولا يتعب نفسه في انه يدور على أدلة. هل الدليل الوحيد اللي قدامك انك تحاكم طفل لمجرد ان هو واقف يتكلم مع البنتين؟ لا، والأسوأ من كده ان اتحكم عليه في نفس الجلسة بدون استئناف بقى او معارضة او اي حاجة. شايف الظلم؟ الغريب ان نفس القانون ده كان بيحكم على القتلة والمغتصبين بالحكم المؤبد، لكن للاسف المحكمة اعتبرت جورج قاتل من الدرجة الاولى. قتله تم بسرعة، والمحكمة فعلا ما كانش عندها استعداد تبص في اي دليل تاني. بس السؤال بقى هنا، هل فعلا جورج كان الجاني ولا كان في حد تاني؟ لحد 2014 اخت جورج اللي كانت معاه في الاول خالص كانت بتحاول تفتح القضية، هي الدليل الوحيد على براءة اخوها، اكتر من مرة في كل سنة تفشل لحد ما في 2014 قدمت كل الادلة، واتضح ايه بقى؟ ان الواد اللي وصلهم في الاول هو الجاني. ما كانتش محتاجه يعني كلام كتير، لكن للاسف الواد ده كان ابن قاضي كبير في المدينه، والكارثه الاكبر انه كان واحد من الناس اللي حكموا عليه بالاعدام. جم عشان يقبضوا عليه كان مات قبلها بسنه. صحيح اخت جورج مرجعتوش، لكن على الاقل حاولت تثبت براءه اخوها حتى لو بعد 77 سنه. وانا كمان اهو بعمل فيديو بساعدها عشان تنشر براءه اخوها. نصيحه مني، لو ما كنتش شفت فيلم جرين مايل روح شوفه، بتاع توم هانكس. الفيلم بيحكي القصه دي، بس طبعا ما جابوش طفل صغير، ما ينفعش طبعا عشان منظرهم قدام العالم. على فكره عايز اقول لك حاجه، هي ممكن تكون بعيده عن الموضوع بس هي برضه ملمسه في حته. طول عمر السود في اوروبا وامريكا مضطهدين، من ايام بقى ما كانوا بيتاخدوا معابيد من كل حته في افريقيا. وزي اي مجتمع مضطهد واقليه دايما بيبحث عن قيمه، القيمه دي اللي هي ايه؟ تعززه في وسط المجتمعات وتخليه يعني يقول ان انا اهو موجود. عشان كده بيحاول يعمل حاجات زي الافروسنتريك، يقول فيها ان انا جزء من التاريخ. معلش هي محاولات بائسه كده يعني. وعلى فكره فيلم كليوباترا وحش جدا 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 والله. انا قلت بس ما عكننش عليك بس في اخر الفيديو. يلا اشوفك يوم الخميس باذن الله، ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتفعل الجرس وتلف لك لفه كده في القناه. يلا سلام.